بص يا صاحبي، أنا عارف الإحساس ده كويس. تصحى كل يوم نفس الروتين، شغل، أكل، نوم، تحس كأنك ماشي في ساقية. وأكتر حاجة بتوجع إنك تحس إن الأيام بتعدي من غير ما تقترب من حلمك ولا حتى من ربنا. أنا كنت كده زمان، جربت أبدأ عادات كتير، أصحى للفجر، أقرأ ورد ثابت من القرآن، أتحرك نص ساعة، ويومين 3 ألاقي نفسي راجع لنفس الدوامة القديمة. لحد ما بدأت أتعلم خطوة بخطوة إن الموضوع مش قوة خارقة ولا إنك تولع فجأة وتبقى إنسان جديد. لأ، الموضوع أبسط من كده بكتير. والنهاردة في الحلقة الرابعة من سلسلة رحلة التغيير على قناة رشد هشاركك اللي اتعلمته في السنين اللي فاتت. ولو الحلقات اللي فاتك حسيت إنها لمستك فاستعد، لأن اللي جاي أقوى وأعمق إن شاء الله. تخيل إن حياتك دي زي بيت، كل يوم بتحط طوبة صغيرة. لو الطوب ده عشوائي البيت هيتهد، لكن لو الطوب متركب هتلاقي بعد سنين قدامك بيت متين محمي ومريح. العادات بالظبط كده، اللي بيظبط حياتك مش الأحداث الكبيرة، دي بتحصل مرة كل فترة، لكن اللي بيغيرك بجد هو العادات الصغيرة اللي بتكررها كل يوم. أنا مثلا كان عندي عادة وحشة جدا، أول ما أصحى من النوم أفتح الموبايل وأغرق في السوشيال ميديا. تفتكر إيه اللي كان بيحصل؟ ضيعت ساعات من يومي، دماغي اتشتت ويومي كله بيتبهدل. لحد ما قلت لنفسي لأ، أول دقيقة من يومي لازم تكون لربنا. قررت أبدل عادة فتح الموبايل بدعاء قصير أول ما أفتح عينيا. تخيل الفرق، بقيت بصحى أنشط، اليوم أخف، حتى مزاجي اتحسن. وعلى قد بساطة العادة دي لكنها غيرت اتجاه يومي كله. طيب، يا ترى إزاي نبدأ؟ في 4 خطوات سحرية أنا نفسي طبقتها وفرقوا معايا بشكل مش طبيعي. 1. ابدأ صغير جدا، ما تتخيلش إنك لازم تعمل طفرة من أول يوم. مثلا عايز تصلي الفجر في الجامع، ابدأ الأول إنك ما تضيعهوش في البيت. عايز تحفظ قرآن، صفحة أو حتى 5 آيات كفاية. المهم تبدأ، مش لازم في الأول تبقى مثالي، إحنا بنبني عادة تستمر لسنين. 2. اربط العادة بحاجة موجودة، المخ بيحب الترابط. أنا مثلا بعد ما بغسل سناني بقول ذكر قصير، بعد ما أقفل اللاب أقرأ صفحة قرآن. ربطت حاجة بعملها بالفعل بحاجة أنا نفسي أعملها، فبقت العادة بتشتغل تلقائي. 3. خليها سهلة جدا، المخ بيهرب من المعقد. لما كنت بقول لازم ألعب ساعة رياضة كاملة عمري ما كملت، لكن لما قلت 10 دقايق ضغط وبطن لقيت نفسي بكمل وأزود من غير ما أحس. 4. المكافأة النفسية، صدقني كلمة الحمد لله أنا عملت كده بتغير فيك أكتر من أي جايزة. الإحساس ده بيبقى وقودك تكمل. هقولك حاجة يمكن ما تبقاش واخد بالك منها، المخ بتاعنا زي شبكة من الأسلاك، كل عادة جديدة بتكررها السلك بتاعها يقوى. يعني كل مرة تختار إنك تقوم تصلي، أنت مش بس بتصلي، أنت كمان بتسلك سلك جديد جوه دماغك يخلي القرار أسهل المرة اللي بعدها. وده اللي الناس فاكرينه قوة إرادة خارقة، لكن في الحقيقة هم بس بدأوا بعادة صغيرة وكرروها لحد ما بقت جزء من دمهم ولحمهم. تخيل واحد قال خلاص من الليلة دي هقوم الليل وصلي 8 ركعات. أول يوم تمام، تاني يوم قلل ل4، تالت يوم نام ومصحاش. إيه اللي حصل؟ زهق وبطل. لكن واحد تاني قال أنا هبدأ بركعة واحدة قبل ما أنام. بعد شهرين بقى بيصلي 3 و4 ركعات من غير ما يحس. الخلاصة هنا إيه؟ السر مش في الكمال، السر في الاستمرارية. والأجمل من كده إن العادات الدينية مش بس تقربك من ربنا، هي كمان بتظبط حياتك كلها. الصلاة في وقتها بتديك انضباط، القرآن بيهدي عقلك كأنك عامل جلسة تأمل، الدعاء بيطمنك إنك مش لوحدك، والرياضة اليومية بتخليك أقوى حتى في عبادتك. يعني الموضوع مش يا دنيا يا دين، لأ، الدين هو اللي بيظبط الدنيا ويخليها متوازنة. خليني ألخص لك، ابدأ بحاجة صغيرة، اربطها بعادة موجودة، خليها سهلة جدا، كافئ نفسك بالرضا. لو عملت ال4 خطوات دول هتلاقي نفسك بعد سنة واقف في مكان عمرك ما كنت متخيله. أنا شخصياً بشوفها كعجلة، زمان كانت بتلف في نفس المكان، لكن لما مسكت عادة صغيرة واستمريت العجلة بدأت تتحرك لقدام. ودي كانت الحلقة الرابعة من رحلة التغيير على قناة رشد. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان نكمل المشوار مع بعض. استنوني في الحلقة الجاية.